اول فلوج مع بعض، واتمنى ما تكونش اخر واحده. بس لغايه دلوقتي حاسه ان الموضوع بجد متعب جدا ان الواحد يصور كل حاجه هو بيعملها. بس دلوقتي انا رايحه للشغل، و يعني كل اللي اقدر اقوله مع السلامه. Thank you so much. Have a beautiful day. Thank you. Have a great day. اوكي، روحنا العربيه، سيبنا نسخن شويه. بس على ما تسخن احنا اول ما نروح البيت هنلبس ونجهز وهننزل الجيم. بعد كده هنشوف هيحصل ايه. بس النهارده it's a go with the flow kind of day، يعني اللي هو مثلا اي حاجه بتيجي قدامنا بنعملها، عارفين اللي هو الاحساس ده، مش هنسيب اي حاجه على جنب. الساعه دلوقتي 5:55، ف يلا نسوق ونروح وهوريكم دلوقتي. بصوا يا بنات، انا مش عارفه انا هنزل الفيديو ده بامانه، يعني بجد مش عارفه هنزله امتى او هعمل له اديتنج امتى، او حتى اذا كنت هنزله ولا لا اصلا. بس حبيت اكلمكم شويه وانا بسوق وانا مروحه. عايزه اقول لكم ان احلى حاجه بجد، حاجه ممكن اصلا انتم تكونوا مش متخيلين هي بتعمل تاثير كبير، بس هي بجد بتعمل تاثير، هو الروتين. واللي اقصده بالروتين معناها انك انتوا تعملوا حاجات صغيره، يعني مش لازم. حتى انا في بنات كانوا كاتبين لي في الكومنتس اللي هو احنا ما بنشتغلش، احنا ما بنعملش، احنا ما ينفعش ننزل، بابا منعنا، مش لايقين، لحد ما يحصل او لغايه ما تاخدوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. رتبوا، اعملوا لنفسكم روتين، يعني اعملوا لنفسكم روتين حرفيا، اللي هو ايه، كل حاجه اكتبوا خطوات في يومكم، املوا يومكم بحاجات. ما تفضلوش انك انتوا طول ما انتم مش سايبين او مش كاتبين حاجه في اليوم مش تعملوها. وكل اللي اقدر اقوله ان احنا دلوقتي في شهر 7، يعني انا بصور الفيديو ده دلوقتي 2/7، ما اعرفش انزله امتى، يعني النهارده يا بكره يا بعده ما اعرفش. بس انتوا دلوقتي قدامكم اكتر من 5 شهور، ايه 5 شهور 6 شهور بالظبط، يعني يعتبر. بصوا يا جماعه، احنا في نص السنه. انا بعتبر شهر 7 ده هو اللي في النص، ما بين 1 وما بين 12. فانتوا دلوقتي قدامكم فتره حلوه قوي انك انتوا لو عايزين تعملوا اي حاجه اعملوها. ما توصلوش لحد اخر السنه تقولوا ايه، يا دي السنه عدت بسرعه جدا. هي السنه فعلا بتعدي بسرعه جدا، يعني انا لغايه دلوقتي بحاول استوعب السنه بتروح فين. يعني انا مش مستوعبه ان دلوقتي شهر 7. وكل ما افتكر يعني شهر 7 اللي فات، اللي هو من سنه بالظبط، انا كنت فين ودلوقتي بقيت فين، اللي هو ده حصل امتى اصلا. يعني احنا انتوا يعني السنه الجايه هتبصوا على نفسكم دلوقتي وتقولوا ايه ده، ايه اللي انا عملته ده، او انا كنت فين. فخليكوا انك انتوا لما ترجعوا تبصوا لورا تبصوا على حاجه انتوا فرحانين بيها، حاجه انتوا بجد بجد كنتوا عايزين تعملوها وعملتوها. انتوا مش ضامنين بكره بامانه، محدش اصلا محدش ضامن عمره، محدش ضامن هو هيعيش امتى او هيفضل موجود او هيبقى بصحته لغايه امتى. يا ربنا يا رب طبعا يدينا الصحه والعافيه دايما 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 وطولة العمر، وما ياخدناش غير وهو راضي عننا. بس بجد حاولوا اكتبوا لستة. يعني انا مثلا زي ما انا نفسي اوريكم النوت بوك بتاعتي، بس انا عامله لستة دلوقتي كاتبه الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده. يعني مثلا من ضمن الحاجات دي ان انا عايزه اروح الجيم مع صاحبتي، بعت لها هوبا يلا تمام ماشي يلا ننزلنا. اللي هو حددت نفسي اللي هو انا على الساعه 5 هطلع من الشغل اهو، يعني انا طلعت الساعه 5 دلوقتي بقت 5:15، على ما اوصل البيت هيبقى مثلا 5:30 مثلا، هلبس وانزل. يعني قبل الساعه 6 محتاجه ابقى اطلع بره البيت. ازاي ما اعرفش. هقعد ساعه في الجيم،
هقعد ساعه مع صاحبتي، ارجع البيت جبت معايا اللابتوب مش عارفه ايه، خلاص يبقى كده في نظام، كده في نظام في يومنا. لانك انتوا احنا كبني ادمين لازم نمشي على نظام، لازم. احنا لو اتسابنا مع نفسنا مش هنعمل اي حاجه، والله مش هنعمل اي حاجه. في ناس بتبقى بالنسبه لها ان هي تكتب الحاجات في ورقه وقلم، حلو. في ناس بالنسبه لها لا، ورقه وقلم ايه ده، نظام قديم. انا هعملها احسن في النوت اب على الموبايل، وتكتبي تشيك ليست مثلا لتاريخ اليوم، وتكتبي الحاجات وتعملي كل ما تخلصي حاجه اعملي تشيك 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 تشيك. في ناس ما بتحبش اصلا ان هي تكتب وكل حاجه في دماغها. يعني اتمنى ان الناس دي يعني بتكون صادقه مع نفسها ان هي فعلا بتعمل لسته وكده، لان انا كان عندي صحاب كده ما يقدروش يكتبوا، هو كل حاجه حرفيا ممكن كل شويه يقولوا لك لسته الحاجات كلها، هيرصوها لك كلها. ففي ناس كده. انا خدت حته دلوقتي مطب انما ايه تحفه. بس خليكوا كول، خليكوا كول وراجعوا نفسكم دايما بجد والله. افتكروا ان انتوا لسه ناقص نص سنه كامله، يعني ناقص نص سنه. ما تجيش بعد شهر تقولي اصل الشهر ده هيعدي بسرعه. كلنا عارفين شهر 7 او الاجازه في ثانيه، 8 في ثانيه، هنرجع في 9 هنقول يا لهوي ناقص 3 شهور على السنه تخلص. بصوا بجد ما بلاش. هو الوقت بيعدي. انا بحس ان البنت اول ما بتخش او الولد اول ما بيتم ال20 سنه والله بجد بنغمض عينينا نفتح عينينا نلاقينا 30. ما تسالنيش ازاي. بيعدي بسرعه جدا. يعني انا دلوقتي 23 سنه وحقيقي مش مستوعبه امتى حصل كل ده. ولما برجع وابص على حياتي لما بلاقيها الفتره اللي هي كانت مليانه حاجات هي دي اللي بفتكرها. الفتره اللي ما بعملش فيها اي حاجه بتروح هوا، بتروح هدر، وبزعل عليها. مش بزعل عليها اللي هو بندم، بس اللي هو اكيد كان ممكن اعمل حاجه في الوقت ده، اكيد كان ممكن الوقت ده استفاد بيه في حاجه ايا كان بقى. فكنصيحه مني والله العظيم، اكتبي كل حاجه انت عايز تعمليها وشوفي ايه الحاجه دي تبقى مناسبه امتى. طب عشان اوصل للحاجه دي اوصلها ازاي؟ طب ماشي، مثلا انا هقول لك اكزامبل. مثلا عايزه البس الحجاب مثلا، اوكي هتلبسي الحجاب ازاي؟ طب ماشي، ايه الحاجات اللي محتاجه تعمليها؟ اول حاجه تشوفي اذا كان عندك حاجات في الدولاب ولا لا تتلبس، يعني قبل ما تاخدي خطوه. طيب ماشي، هل انا لما البسه عايزه البسه ازاي؟ ابداي جربي. يعني انا مثلا فضلت اجرب، قعدت شهور افضل اجرب كل شويه لفه حجاب. بعد كده بعديها بفتره بدات اشتري هدوم مناسبه للحجاب. كنت بحاول ما اديش لنفسي اي حجه ان انا الصراحه اتلكك. يعني بحاول اللي هو ايه، حتى ما اللي هو مثلا ايه، طب انا ازاي انزل الجيم؟ قمت شاريه لنفسي لبس جيم. ما عنديش بندانات، رحت اشتريت بندانات قبل ما اتحجب. ماشي، فحاولي هيئي لنفسك الموضوع. بدل مثلا ما كنت البسه على طول، كنت بلبسه اول حاجه يوم جمعه، او مثلا في رمضان دايما وانا رايحه الجامع بلبسه طول الوقت. فاهمين قصدي؟ بلبسه مثلا من اول ما انزل صلاه العشاء، يعني وانا نازله من البيت لغايه التراويح، وبكمل حتى بعد التراويح. لو هقعد بقى هقعد مع ناس صحابي ايا كان بفضل لابساه بقى خلاص. ممكن بقى البسه اللي هو مثلا ايه، مش البروبر واي اوف ويرينج ات، بس اللي هو بلبسه بعود نفسي عليه. يوم الجمعه مثلا قبل صلاه الجمعه كنت بلبسه قبل ما انزل من البيت رايحه صلاه الجمعه، واروح مثلا بعد ما اخلص بفضل سايباه على راسي واروح اشتري حاجه، كاني بهيئ نفسي ان انا الناس في امريكا هيبداوا يشوفوني بالمنظر ده، او اللي هو مثلا الناس هيبقى نظرتها ايه، على الاقل مش هبقى خايفه. يعني عارفين الرهبه بتاعت اللي هو ايه، طب ايه ده، طب انا لو لبسته خلاص ما فيهاش رجعه. كنت بهيئ نفسي ببيف ذا واي، اللي هو مثلا بسفلت الطريق لغايه ما البسه. وده على فكره مع اي حاجه في حياتك حاول اعمل كده. يعني في بنات برضو كانوا بيقولوا لي احنا مش عارفين نصلي، او مش عارفين ازاي نبدا نثبت على حاجه زي كده. طيب ماشي، طب شوفي انت محتاجه تعملي ايه الاول. يعني شوفي ابدأي يا ستي. ما حد يعني مثلا لما احنا بدأنا الصيام واحنا صغيرين، هل اهالينا خلونا نصوم من اول الفجر لغايه المغرب على طول، ولا اتبعوا معانا طريقه اللي هو ايه، خلاص ماشي من الفجر للظهر، بعد كده شويه يلا العصر، بعدين نزود نص ساعه، بعد كده مثلا ايه، او قبليها مثلا اللي هو ايه يصوموا بس يشربوا ميه. فحاولي برضو هيئي لنفسك كده، لان اوقات احنا بيجيلنا كده في بوست اوف انرجي كده، بيجيلنا هوبا يلا انا هعمل انا هبقى بيرفكت النهارده. دي مش وحشه، بس للاسف محتاجه كونسيستنسي واحنا كبني ادمين لازم ناخد حاجه واحده عشان نوصل للريزلتس اللي احنا عايزينها. زي مثلا عارفين احساس لما بنقوم كده فجاه يجيلنا كده في الفجر اللي هو انا النهارده هغير اوضتي من اول لاخرها.
بتلاقوا نفسكم بتطلعوا كل حاجه من الدولاب، بتطلعوا كل حاجه من الادراج، بتطلعوا كل حاجه وبتكعبشوا كل حاجه، وتلاقوا نفسكم اللي هو تعبتوا ميد واي ثرو، انتوا حتى ما بتكملوش الربع، بتتعبوا خلاص مش بتبقوا قادرين، فبتلاقوا نفسكم رميتوا كل حاجه على جنب وبتخشوا تناموا. والله العظيم بتخشوا تناموا. اصل ليه؟ اصل ما ينفعش، ده مش طبيعي انك انت تعملي كل حاجه في نفس الوقت. في ناس دماغها بتمشي كده، هي لازم كل حاجه تبقى قدامها عشان تحط قدامها امر الواقع. بس زي ما بقولك، لو انت عايزه long term effect، لو عايزه الموضوع يبقى ثابت معاكي لفتره طويله، يبقى لازم تبداي صح. ابداي. يعني انا مش عارفه، انا في الهندسه، انا هحاول اكلمكم اكزامبلز في الهندسه عشان نبني مبنى. ماشي، عشان نبني مبنى اول حاجه لازم نعمل ايه؟ نشوف الاساس. يعني لو الاساس مش موجود، المبنى ده هيقع، هيتطربق. فاحنا لازم اول حاجه نحط الخوازيق. ماشي، نحط ايه؟ الاسمنت. بعد اول حاجه طبعا نحفر الحفره، يعني لازم نحفر الحفر الاول. فماشي، بعد كده نحط الحاجات، بعد كده نحط الاساس والعواميد وكل حاجه، بعد كده نبدا نبني. ليه؟ لان ده اللي هيمسك ده اللي هيخلي الموضوع ستيبل. فانتي شوفي الاساس، ابداي اقراي عن دينك، ابداي اعرفي ليه بتعملي الحاجه دي، ليه بتحبي الحاجه دي، ليه بنصلي، ليه بندعي، ليه. ابداي شوفي الاجابات دي، لان مفيش حاجه اسمها في الدين. يعني في ناس كده واحنا صغيرين كان دايما يقول لنا اوعوا تسالوا، ما ينفعش تسالوا في الدين، ما ينفعش. دايما اسالوا يا جماعه، اعرفوا. احنا عايزين نبقى، يعني طبعا احنا كلنا مسلمين، بس احنا عايزين نبقى مؤمنين. يعني فاهمين المؤمنين، اللي هو انت مؤمنه بالحاجه دي، انت مصدقه بيها، انت فاهماها كويس. يعني الحمد لله على نعمه كلنا اتولدنا، يعني في ناس كتير قوي اتولدت مسلمين، ودي نعمه كبيره قوي 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 يا جماعه. بس للاسف في كتير قوي مننا بيتولدوا مسلمين بس مش بيبقوا عارفين دينهم صح، او مش بيبقوا عارفين الاساس. احنا ليه بنعمل كده؟ طب الرسول ايه السنه؟ طب ايه كذا؟ طب ايه كذا؟ كل الاسئله دي اسالوها وافهموها. لان دلوقتي مثلا في ناس بتتولد مش مسلمه وبيقروا الحاجات دي كلها وبيتعمقوا في الموضوع قبل ما بيسلموا، فبتحسوا ان احنا حتى لما بنشوف الناس دي بتتكلم نقول الله ما شاء الله دول مثقفين. هم يا جماعه طبعا بعيد عن ان هم مثقفين، بس هم بس حبوا يعرفوا الحاجه اللي داخلينها. احنا ربنا انعم علينا واحنا اتولدنا بيها، فعلى الاقل نعمل شويه مجهود بسطاء، يعني مجهود بسيط، ان احنا على الاقل بقى نفهم الدين بتاعنا ده ايه. يا لهوي، بصوا انا واضح ان الموبايل ما كانش مقتنع بكلامي خالص، بس ايا كان يا جماعه انا هسيبكم دلوقتي عشان انا خلاص يعتبر وصلت البيت، وهنروح نغير ونلبس لبس الجيم وهرجع لكم. باي. رجعت لكم تاني، المره دي خلاص احنا دلوقتي في الطريق للجيم، فخلصنا خلاص لبسنا، و بصراحه سرقت لي حته كيكه كده وانا نازله. انا حاسه ان انا فعلا بقول لكم يومي بالظبط، انا مش عارفه وانا ليه جايه اتفاجئ النهارده، ما دي معناها الفلوج. المهم ف هشوفكم كمان شويه واحنا في الجيم. بما ان احنا لسه في الطريق وعايزين نتكلم، فتحبوا نتكلم عن ايه النهارده؟ انا عايزاكم تقولوا لي مثلا، تسالني اسئله كتير في الكومنتس، مش عني، نسال اسئله عامه عادي جدا، وارد عليها في الفيديوهات مثلا وانا رايحه بالعربيه او حاجه، فيكون في كده وقت، يعني غير التوبيكات اللي انا هعملها مثلا separately او individually، يبقى في توبكس ما بيننا احنا، يبقى في مثلا اسئله، او غير كده. احنا قربنا نوصل يا جماعه، بس الجو حر بطريقه، جو حر يا جماعه بجد. او صاحبتي هتعمل مني بطاطس محمره، عارفين صينيه بطاطس محمره؟ هي هتعمل مني بطاطس محمره، لان الساعه دلوقتي 45 دقيقه. الناس كلها اللي بتكلم في عربيه هتكوني مجنونه دلوقتي. تخيلوا بقى يا جماعه بعد كل التصوير ده الاقي مثلا ايه، اليوتيوب شال الفيديو علشان بسوق. والله ما هعمل لكم فلوج تاني لو ده حصل، بجد مش هعمل فلوجات تاني. انا قلبي بصوا هيتعب والله. بس انا حاسه ان انا محتاجه اعمل لكم فيديو introduce myself، لان انا حاسه ان انا كروتكم انتوا في الموضوع ده، صح؟ انتوا كروتوا صح؟ فهحاول ما كروتكوش، فاهمين قصدي؟ و introduce myself ليكم، بس كده.
قربنا نوصل. بنات خلصنا الجيم. مش قادرة احرك دراعي، مش قادرة احرك دراعي ولا اي حاجة. انا بصوا النهاردة لعبنا كتف، كتف ايه، عملنا بوش وبول، فعملنا مكانات كتيرة وعملنا اللي هي الحاجات دي تشك تشك تشك. ف هنروح البيت، ناخد شاور، نتغدى ونتفرج على مسلسل وننام.